السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى نعمل مع بعض كبده جميله قوي، كبده بط وفراخ بطريقه حلوه وسريعه جدا. انا مامة مودي ودي قناتي. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. لو اول مره تشوفني اعمل اشتراك. هنبدا بقى نجيب اي ماده دهنيه عندنا على النار وهننزل فيها بالقوانص. هنديها تشويحه كده تمام، ومقطعين بصل ومجهزينه، بس هنخلي القوانص تستوي شويه كده وبعد كده ننزل عليها بالبصل وهنديها تشويحه في البصل. البصل كمان هيساعد على سواها على طول. مجهزين الكبده، نقعينها في معلقتين خل ومعلقتين لبن وفصين توم. شوحنا كده القوانص وحسينا ان هي استوت، ننزل بقى بالكبده بتاعتنا لان الكبد دي ما بتاخدش وقت نهائي في السوا. هحاول بس اديها تقليبه بس بسيطه وبعد كده هسيبها شويه، مش هقلب فيها كتير. اول ما احس ان هي اخدت لون كلها هبدا اقلبها بقى. هي بدات زي ما انتم شايفين كده بدات تلون كده، هي دخلت في سوا خلاص. هنزل بقى بمعلقتين حلوين كده توم. هبدأ بقى اشم ريحة التوم كده، نزلت بالتوم. هشوح التوم بقى في الكبدة. مقطعة فلفل بقى حامي بارد، الوان الفلفل اللي عندك اللي موجود. وبعدين هنزل بالبهارات بتاعتي، كمون كزبرة فلفل اسود ده اساسي، بابريكا توم باودر طبعا علشان الحاجات دي بتودي زفرة، كمون ليمون توم باودر وتوم مفروم. هنديها تشويحة تمام كده، خلاص تقريبا استوت. نبدأ ننزل بقى بعصرة ليمونة وننزل بمعلقتين خل ونملح بقى الملح بتاعنا. ظبطي الملح بتاعك، بجد طلعت تحفه وما فيهاش اي زفاره للولاد اللي ما بيحبوش كبد الفراخ والبط والحاجات دي. كانت خطيره، جربوها. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. لو اول مره يشوفني اعمل اشتراك. يلا بس.